تستخدم ايفون اتفرج على الفيديو ده. اول حاجه هتعملها تدخل على السيتنجز على الايفون بتاعك وتدوس على كلمه اكسسبيليتي او تسهيلات الاستخدام، وتنزل لغايه اما تلاقي كلمه بيرسونال فويس او الصوت الشخصي. هتدوس عليها والكلمه اللي بالازرق كرييت بيرسونال فويس بتدوس عليها، بياخد بصمه وشك وبيبدا يكمل بالشكل ده. بتختار اللغه من هنا وبتقول له مثلا ده اسمها تامر بيرسونال فويس 1، وبتبقى عارف ان ده الصوت رقم واحد، وتقدر تسجل طبعا اكتر من صوت. وبتكمل وبتدوس كونتينيو، بيبدأ يديك جمل كبيرة او صغيرة او جمل اصغر، انت بتكمل معاه وبيبدأ يقول لك سجل هنا صوتك. بعد شوية او بعد عدد من الجمل بيبدأ التليفون يعمل نسخة من صوتك. طبعا الميزة مرعبة شوية لناس كتير، ولكن مهمة جدا لناس من الناس المشغولة اللي ما بيبقاش عندها مساحة ترد، لانها هتخلي التليفون يرد على الناس بالصوت اللي انت مسجله، وتقدر تحدد اكتر من صوت. وطبعا من المكان هنا تقدر تدوس على الجزئيه دي وتعمل ديليت فويس او تمسح التسجيل اللي انت عملته. بس بقى يا سيدي، وانا تامر، وفي الاخر بقى ما تنساش تعمل سيف الفيديو، شير مع اصحابك، فولو عشان تشوف الحاجات الجديده، وترجع تشوف الحاجات القديمه كمان.